السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف كتشوفوا معايا ان شاء الله اليوم نقدم لكم هذه الكيكه، كتجي هشيشه بزاف ورائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتعليق وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا، فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده والمتابعه ديالكم. كيف كتشوفوا معايا كتجي بحال لي طرونش هكا، كنقطعوها قطع المهم على حسب القياس اللي بغيتو. كتجي زوينه وهشيشه ومسقيه بلا صوص شوكولا، كتجي رائعه بزاف. نخليكم مع هاد الصور وندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. خليكم معايا. عندي هنا 2 معالق الكاكاو، 2 فاني، 2 خمارات، 2 بيضات، 2 معالق ديال الخل، كاس وربع ديال سكر سنيده، كاس وربع ديال الزيت. عندي الطحين من 12 حتى ل 13 معلقه ديال الطحين. غادي نبداو ان شاء الله مباشره في التحضير ديال الكيك. كتجي سهله البنات ودغيا كتوجد. غناخذ الخلاط الكهربائي ديالي اولا الكاس ديال العصير فاش كطحنوا العصير. غندير فيه 2 بيضات وغادي نضيف عليه سكر سنيده كاس وربع. هانتوما كنتمنى يكون كلشي واضح لكم بالصور. غادي نضيف 2 اكياس ديال الفاني. هاد الكيكه البنات كتجي عائليه وزوينه بزاف. المهم كتخرج كميه لا باس بها. غنزيد كاس وربع ديال سكر سنيده، كاس وربع ديال الزيت، العبار بكاس العنبه البنات. وغادي ندوز نطرب هاد الشيء كله مزيان لمده على الاقل 5 دقائق هكا الا عندكم الوقت. طربوه مزيان ما امكن باش كيدخل فيه الهواء وكتجي الكيكه ديالكم طالعه. هنا البنات غادي نطرب هاد الشيء كله مزيان ونعاود نرجع لكم. كيف كتشوفوا البنات خلطت الخليط ديالي مزيان في الخلاط ديال العصير حتى اندمج ليا مزيان. وصبيته في هذه الانيه هذه. غادي نضيف عليه 2 معالق ديال الكاكاو. بغيتو ديروا الكاكاو المر البنات، بغيتو ديروا المهم الكاكاو البني ما كيكونش مر بزاف، المهم كيبقى لكم الاختيار. غادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره من وزن 8 غرام. وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنحرك حتى غنحصل على المزيج اللي بغيت في الكيك ديالي. ان شاء الله نتوما غادي تشوفوه معايا في الاخير ملي غادي نساليه. هنا البنات كيف كتشوفوا المكون العجيب ديالنا اللي غيعطي واحد الهشاشه زوينه بزاف للكيك هو الماء غليان. كاس ديال الماء غليان، كاس وربع. هانتوما كيف شفتوا معايا ضفتو من الغلاي، مازال يلا طفيت عليه وضفتو. غادي نحرك مزيان مزيان حتى غادي نحصل على المزيج ديال الكيك اللي بغيت. بالنسبه للمبتدئات، اما السيدات اللي عارفين راه منكم كنستافد اكيد. انتم غادي تشوفوا معايا المزيج كيفاش كيكون في الاخير. كما شفتوا معايا البنات بقيت كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى حصلت على المزيج اللي بغيت في الكيك ديالي. ضفت هنايا 2 معالق كبار ديال الخل الابيض ولا العادي اللي عندكم ماشي مشكل.
المهم كتضيفوا الخل كيعطيها شاشه الكيك زوينه بزاف، وحتى الا بقى عندكم في الثلاجه ما كيخسرش وما كيديرش الريحه، كيبقى الكيك كيف ما هو. غادي نحرك مزيان البنات. هذا هو المزيج الكيك اللي كنهضر لكم عليه، كيكون ما ثقيلش بزاف وما خفيفش بزاف، بحال هكا هانتوما كتشوفوا معايا. كناخذوا معلقه البنات وكنكتبوا بحال رقم 8 فوق الكيك ديالنا، وكتبقى ديك الرقم اللي كتبنا كيبقى معنا شويه، ما كيندمجش بسرعه دغيا. هنا البنات غلفت الانيه ديالي بالورق ديال الزبده، وصبيت فيها الخليط ديالي. غادي ندخلها للفران طيب مباشره. هنا البنات عندي 100 غرام ديال الشوكولاط اسود، هاد المربع البنات كتكون فيه 100 غرام، وعندي واحد العلبه ديال دانيت. غادي هانتوما بهاد الطريقه البنات كنشوف واش الكيك ديالي طاب، كنبقى نتك فيه الموس وكيخرج ليا الموس نقي. هنايا دوبت الشوكولاط في حمام مائي، وضفت عليه 4 كاس ديال الحليب سخون، اولا 2 معالق اولا 3 المعالق على حسب اللي بغيتو نتوما، على حسب الكميه ديال الشوكولاط اللي درتو. انا هنايا ضفت 3 ديال المعالق الحليب، وغادي نضيف عليه العلبه ديال دانيت. هانتوما كيف كتشوفوا معايا غادي نخلط كلشي، وغادي نسقي به الكيكه ديالي بعد ما غادي نتكها بالفرشيط. كيف شفتوا معايا البنات كيت الكيكه ديالي بالفرشيط، غادي نصب عليها هاد لاصوص. هادي كتجي رائعه بزاف بلا ما ننسى البنات، وغادي تسمحوا لي بزاف ضفت 2 ساشيات ديال نيسكافي مع الحليب اللي درت مع الشوكولاته. ما تصورش ليا هاد المقطع هذا، فكنتمنى تسمحوا لي. المهم بلا ما تنساوه 2 ساشيات ديال القهوه سريعه الذوبان مع الحليب سخون، وكنضيفها على الشكلاط، كتعطي واحد النكهه رائعه بزاف لهاد لاصوص هادي. واللي ما بغاتش دير القهوه ما ديرهاش عادي جدا، ولكن الاضافه د القهوه كتعطي نكهه رائعه لهاد الكيك هذا. كيف كتشوفوا معايا كنوزع لاصوص ديالي على الكيك كله، وكناخذ كاوكاو مهرمش كيكون محمر كندردرو على الوجه ديال الكيكه ديالي. اللي بغات دير اللوز ديروا، اللي عندها امكانيه انها دير اي نوع من المكسرات ديرو. انا كان عندي كاوكاو درتو. المهم كيكه بسيطه ولكن زوينه بزاف في المذاق ديالها، وحتى الشكل ديالها زوين. كنقطعوها على شكل دي طرونش، كتجي من اروع ما يكون البنات. غير خليوها حتى تبرد مزيان مزيان، وإلا خليتوها تبات يكون احسن. كتجي من اروع ما يكون، كيكه زوينه هشيشه ورطبه ومسقيه، وكتجي رائعه بزاف. بصحتكم وراحتكم. اللي جربتها كنقول ليها بصحتك وراحتك، وكنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. كنتمنى تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، وديروا لايك للفيديو وتعليق. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. غادي نقطعها يا البنات كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. كتجي كما قلت لكم على شكل دي طرونش رائعه بزاف. جربوها البنات وغادي تعرفوني علاش كنهضر. المهم البنات حتى لهنا خليت لكم الراحه. تهلاو في راسكم، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.